السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عدنا في مطبخ زاد كيش بالسلق. شوفوا معنا المقادير. عدنا 2 كيسان فرينة مملوئين، عدنا 2 ملاعق ونصف تاع زبدة، الملعقة الأولى، الملعقة الثانية والنصف. نروحوا نبسوا هذيك الزبدة مع الفرينة جيدا، نبسوها غاية حتى اللي تدخل كامل الفرينة في هذيك الزبدة. من بعد كي تتبس السنة غاية هاد العجينة، نضيف ملعقة صغيرة ملح شوالة مشي معمرة، ونزيدو ندخلو هذاك الملح جيدا في المقادير. نروح نجيب حبة بيض ندي منها الصفار فقط، والبياض راح نحتفظ به للحشو كما راكم تشوفوا، وندخلها في كامل العجينة. الآن باش نزيد نلم العجينة راح نضيف قطرات من الماء، قطرات فقط كما راكي تشوفي، ما تروحيش تضيفي كمية كبيرة تاع ماء. لا بات بريزي ضيفي لها قطرات غير باش تزيد تنتلم غاية، ونديروها في البابي فيلم باش تحافظ على الطراوة لو طون لي خويت البلان طرافاي. حطيتها ورشيتها بالفرينة باش تعاوني كي نحل العجينة تاعي. هنا ساع فيها غير بشوية باسكو راها طرية، ما تروحيش تزيدي تضيفي لها الماء، قلنا قطرات فقط. ومن فضلكم اللي شافت قناة مطبخ زاد لأول مرة وعجبوها الوصفات، ديرونا اشتراك وفعلوا الجرس، وأحباب الصفحة بارطاجونا الوصفات مع أحبابكم باش هما تاني يستفادوا، وديرونا الجام اللي راه تحت الفيديو. نكملوا نحلوا العجينة تاعنا على حساب المول تاع الكيش تاعكم، لكن كبير ولا صغير ولا موين سا ديبون. ونروح نرولي العجينة تاعي بالحلال غير باش نرفدها، ونعاود نحطها في البلاطو تاعي. الحلال يساعدني غير باش نرفد العجينة، ونروح نتقبها بهذه الطريقة بالفرشيطة. وهدوك الزوائد درتهم في دي مول صغار، صدير دي ميني كيش، ونكون سخنت الفرن تاعي على 180 درجة. الآن راح ندخل الكيش تاعي يطيب أبلان، صدير بلا الحشو. هذه الطريقة راني ندير فيها باش العجينة تاعي ما تطلعش. درت البابي كويسون وزدت فوقه بلاطو واحد اخر. الان نروحوا للحشو. عندي السلق بعد ما كنت غسلته وقطعته وطيبته مع شويه بصل، صدير كي يطيب لك السلق تاعك غايه ضيفي قليل بصل وضيفيه هو وياه، صدير راه السلق مع البصل. وزدت ضفت له بواط تاع طون اويل، طونه بالزيت. وزدت ضفت وحده فخوماج شيف هذاك المربع الكبير. والآن رحت جبت هذاك البياض اللي احتفظت به وضفت له حبة بيض كاملة، خلطتهم باش نضيفهم على السلق ونخلط كلش. وزدت ضفت بو ياغورت ناتور. علاه نزيدو الياغورت الطبيعي باش يعطينا خفة في الحشو تاعنا. كي تضيفوا الياغورت الطبيعي في اي حاجة راح يعطيكم خفة رائعة. نخلطوا كلش، وزدت ضفت رشة من الفلفل الأسود. الآن الكيش تاعي مع الميني كيش راهم يطيبوا شوالا. خلوا الكيش تاعكم أبيض، ما تحمروهش باسكو غادي نديروا الحشو. خرجتها كي تشوفوها طابت هكا مع الحواشي، ومن الفوق خلوها بيضة. شعلوا ليها من الفوق شوالا، خلوها بيضة. ضفت الحشو تاعي كيما راكم تشوفوا في لي ميني كيش ها راهم من هيه، والكيش الكبير تاعي. ونروح نجيب شويه فخوماج غابي ونديره من الفوق. وإلا ما عندكش ما ديريش باسكو ديجا رانا دايرين في لافارس فخوماج بورسيون. ونعاودو ندخلوها للفوغ غي باش يطيب لنا الحشو
ويدوب لنا هذاك الفرomاج غابي. وفوالا النتيجة كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقة راح يجيكم كيش روعة، وهذيك لاباط تجيكم مبسة وتجيكم مرملة. صدير هاد لاباط تجي تتفتت غير وحدها مع لافرص تاعنا اللي درناها، تجي خفيفة خفيفة رائعة، ما عندي ما نوصف فيها. جربوها وتردوا لي بالخبر. إن شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم من مطبخ زاد، ويعجبوكم كامل الوصفات اللي فاتوا، وما بقى لي غير نبقيكم على خير وفي أمان الله.